السلام عليكم أعزائي المتابعين، ومساكم الله بالخير جميعا. هناك سؤال دائما يتكرر: هل أخذ الفيتامينات يسبب زيادة في الوزن أم لا؟ عند النظر إلى أكبر حبة فيتامينات سنجدها بحجم عقلة الأصبع، صغيرة جدا وتكاد تخلو من السعرات الحرارية. بالتالي كيف لحبة بهذا الحجم أن تسبب زيادة في الوزن؟ الأبحاث طبعا التي تذكر السبب الرئيسي لزيادة الوزن بسبب فيتامينات كثيرة جدا، ولكن أغلبها يربط سبب زيادة الوزن بنقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 طبعا مهم جدا لانقسام الخلايا وتجددها. بالتالي الشخص اللي عنده نقص في فيتامين بي 12 تقل عنده انقسام الخلايا وقل تجددها في الجسم. السيناريو اللي يحدث دائما هو كالتالي: واحدة مثلا عندها سوء تغذية أو نقص فيتامين بي 12 بسبب التكميم أو غيرها من الأمراض الباطنية، تبدأ تأخذ فيتامينات فيها بي 12. ذكرت لكم طبعا في بداية كلامي أن فيتامين بي 12 أو بي 12 هو المسؤول عن انقسام الخلايا وتجددها، وغيابه يؤدي إلى مرحلة سبات للخلايا. السيناريو الآن هو كالتالي: الشخص كان عنده طبعا نقص في فيتامين بي 12، الخلايا مو قادرة تنقسم وما قادرة تنقسم بشكل صحيح، الآن وفرنا لها بي 12 وبدأت تنقسم. لما تبدأ الخلية تنقسم وتتجدد، انقسام الخلية وتجددها وتكاثرها يحتاج طاقة، بالتالي حاجة الجسم للطاقة تزيد الشعور بالشهية والجوع. لذلك نجد أكثر الأشخاص اللي تزيد عندهم شهية الأكل بعد أخذ فيتامين بي 12 هم الأشخاص اللي عنده كان أصلا نقص في فيتامين بي 12، نفس النباتيين ومرضى التكميم. السؤال يطرح نفسه والمهم: الشخص اللي عنده قلنا نقص في فيتامين بي 12 لما ياخذ مجموعة فيتامينات راح تفتح عنده الشهية، هل معنى هذا ياخذ فيتامينات خالية من بي 12؟ الجواب طبعا لا، لأن الشخص اللي عنده نقص في فيتامين بي 12 يجب أن يأخذ فيتامينات تحتوي على فيتامين بي 12 حتى لو كان هناك زيادة خفيفة في الشهية. ذلك لأن نقص فيتامين بي 12 يجب علاجه، وهو من الأشياء المهمة جدا وتؤثر حتى على الأعصاب، ولكن موضوع الشهية والتحكم فيها هذا شيء راجع لك أنت. لذلك أنا ذكرت في بداية كلامي أن فيتامين بي 12 مطلوب لانقسام الخلايا، ولم أقل أنه مطلوب لانقسام الجسم إلى جسمين بفتح الشهية.